نهضة الشعر في العصر الحديث. ضعف وتراجع الشعر. بعد أن أصيب الشعر والحياة الأدبية بالضعف والركاكة أبان حكم المماليك والعثمانيين، قام محمود سامي البارودي بثورة فنية تحقق العودة بالشعر إلى عصره الذهبي، فبدأ بنفسه والتزم في شعره برصانة العبارة وقوة الألفاظ ومتانة الأسلوب وصفاء الخيال وشرف المعاني وجزالة التراكيب، متجها إلى مجاراة كبار الشعراء القدماء. كان لابد لهذه المدرسة الشعرية التي بعثت الشعر العربي من مرقده أن يكون لها تلاميذ يتسلمون الراية بعد البارود، وقد آمن هؤلاء التلاميذ بالتغيير والتطور وحب اللغة العربية مع بقاء اللغة قوية رائدة. ومن هؤلاء التلاميذ في مصر أحمد شوقي وحافظ إبراهيم وإسماعيل صبري، ومن هؤلاء التلاميذ في العراق رضا الشبيبي